انتوا عارفين ان اليوستفندي اول ما دخل مصر ما كانش هيبقى اسمه يوستفندي، لولا ان محمد علي باشا اتدخل في اخر لحظه وغير اسمه. طب ايه الحكايه بقى؟ محمد علي باشا كل مره يعمل الحركه دي فيا ومفيش فايده برضه، انا مش عارفه افصصه ازاي. بصوا الناحيه الثانيه. المهم اكمل لكم الحكايه بقى. محمد علي باشا كان بيحب يطلع بعثات من مصر لاوروبا علشان يتعلموا احدث الاساليب في الزراعه. كان من ضمن الناس اللي طلعت البعثات دي طالب اسمه يوسف افندي. يوسف افندي راح على فرنسا، بس وهو راجع على مصر حصلت رياح شديده جدا اجبرته ان هو يقعد في جزيره مالطا 3 اسابيع. بالصدفه بقى وهو قاعد على الجزيره دي جات لها شحنه فواكه جايه من اليابان والصين، عليها فواكه طعمها حلو قوي. لما دقها يوسف افندي عجبته جدا، وقرر بقى ان هو يشتري منها 8 اشجار ويجيبها على مصر. ولما دوقها لمحمد علي باشا عجبته كمان قوي، وقال لك ايه، احنا عايزين نزرعها في مصر، بس هنسميها ايه؟ الحقيقه ان في الفتره دي محمد علي باشا كان بيمر بوقت صعب قوي، لانه توفى ابنه توسم باشا، وده كان اكتر ابن هو بيحبه. فوقتها الحقيقه يوسف افندي اقترح على محمد علي باشا انهم يسموا الفاكهه دي على اسم ابنه توسم باشا، بس الشهاده لله ان محمد علي باشا رفض وقال له لا، طالما انت اللي جبتها يبقى تتسمى على اسمك يوسف افندي. والحمد لله ان محمد علي باشا عمل كده، والا كان زماننا دلوقتي بنروح للفكهاني بنطلب منه 2 كيلو توسم باشا. توسم باشا كنا هندلعه ازاي ده؟